الليلة أقولها لكم ليلة النصف من شعبان إلى آخر لحظة يا طيبين يا طيبون، احنا مع الحسين. أنا ما عندي غير الإمام الحسين وأهل البيت، أنا خادمهم، لا أنتمي إلى أحد ولا أنتمي إلى حزب ولا إلى حركة ولا إلى مرجع معين أبدا. والذي يقول لكم أن المهاجر ينتمي إلى مرجع معين فكذبوه. كل المراجع الطيبين على راسي، أحترمهم جميعا، ما عندي مشكلة معهم، لكن أنا ما أنتمي إلى أحد، أنا أنتمي إلى الله وإلى أهل البيت، إلى محمد وأهل بيته. هذه رسالتي. وكنت أسأل الله حتى هذه الليلة، راح ألح بالدعاء، أقول يا ربي اجعل نهايتي بين كربلاء وبين مكة المكرمة. هذا طلبي من الله، أني إما في كربلاء وإما بين الركن والمقام. وما أريد أموت موت طبيعي. أقول لكم وهذه اطلبوها لي هذه الليلة، أنا أبحث عن القتل، أني أقتل في طريق الإمام الحسين. وهذا الذي يحصل، هذا الذي يحصل. وما راح يكون إلي تشييع. عجيب شيخنا المهاجر لماذا تحكي هالشكل؟ وحق الحسين، أنا قلبي متألم أحبابي. هاي سجلوها عندكم، إذا صار لي تشييع كتبوا هذا كذاب عبد الحميد المهاجر. لا تشييع يصير إلي، ولا دفن ولا قبر ولا تغسيل ولا تكفين ولا أحد يصلي عليه. راح تشوفونها الحقيقة، اكتبوها عندكم، كتبوها راح تشوفوها حتى تعرفون الصادق من الكاذب والزاهد من الراغب. تعرفون معنى كلامي ماذا يعني، وتعرفون هؤلاء الذي يلهثون وراء المليارات. شوفوا ذولا وين، بأي زبالة موجودين، وإحنا في الفردوس الأعلى. أكرر عليكم عبارتي حتى تعرفوا هذا كذاب الشيخ. أكثر من هذا أحكي، عندي كلام أكثر بس ما راح. طبعا خلص أنت حتى أريحك، ضع أمامك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا ليس علم غيب ولا إرهاصات، إنما هو دعاء. أنا طالب هذا الدعاء من الله سبحانه وتعالى، فممكن أن الله يستجيب لي وهو الأكثر، وممكن لحكمة معينة أنا لا أعرفها. لذلك خليت لك خط رجعة الآن حتى ما تنحرج من كلامي. هذا خط رجعة إلك، الله يبارك فيك. أنا معكم إلى آخر نفس، وهذا طلبي الليلة. طلبي أني أستشهد وأقتل، حتى طريقة القتل مخصصها، ما أقتل برصاص أو لا 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 لا، طريقة القتل خاصة. طريقة القتل لها علاقة بذبح الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا الذي أقوله لكم، وما أحاكي هذا الأمر، أنا أول مرة أطرقه أمامكم حتى تعرف هالمجرمين الذين يمنعون هذا المنبر من الروضات الحسينية كم هم مجرمون وخونة ولعناء وموظفين يشتغلون عند الأجانب وعند الاستكبار العالمي. فأنا أقول لكم هاي الكلمة ولا تنسوها. أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى وسيعطيني الشهادة، ما أموت موت طبيعي أبدا. أنا موتي وأحسن الموت القتل، وطالب من الله أني أقتل بين كربلاء وبين الركن والمقام، بين كربلاء المقدسة وبين الركن والمقام، إما في كربلاء أو بمكة. هذا المكان اللي أحدده لكم. أيضا اكتبوا عندكم حتى بعدين تقولون الشيخ المهاجر كذاب، الشيخ المهاجر يحكي هالشكل عن الغيب. لا والله، لا غيب ولا هم يحزنون، إنما هو دعاء. سألت الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآله الطاهرين، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي.
يستجيب دعائي وراح تشوفون بعينكم. وممكن متى هذا الأمر؟ وما تدري نفس. الآن واحد يكتب لي شيخنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كأنه أنا ما أعرف الآية وجاي يذكرني فيها. ولا شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه، أنا والشيخ عبد الزهراء الكعبي طالعين وين؟ إلى البحرين، ومعانا يمكن 100 خطيب طالعين للبحرين قبل محرم بيومين. هذه سنة شوف بالضبط سنة 71 ميلادي، سنة 71، يعني ممكن كم سنة قبل؟ أكثر من 50 سنة. فاضطربت الطائرة فينا في الطريق، والشيخ عبد الزهراء جالس عندي رحمة الله عليه، فقلت له أبو علي أخشى أن نقع بالخليج، تحتنا خليج بحر، احنا رايحين للبحرين. التفت إلي الشيخ عبد الزهراء الكعبي، وهذه إله الليلة اقرأوا له سورة ياسين هدول هي الشيخ عبد الزهراء. التفت إلي قال نحن لا نسقط ولا تقع الطائرة بإذن الله لسببين. قلت له وما هما؟ قال السبب الأول أننا قرأنا آية الكرسي، وآية الكرسي تحفظنا. قلت صحيح. والثاني؟ قال الثاني سكت لحظات، فكأنه ما أحب أن يذكر لي. أنا ألححت عليه. قلت له أبو علي عليك الزهرة الزكية، هيك باللهجة العراقية، أخبرني أنا أحب. قال ما تتكلم بالموضوع ما دمت حيا. هو يقول لي، قلت له والله العظيم ما أذكر ما دمت أنت حيا والله يطول عمرك آلاف السنين. قال أنا أقتل يوم وفاة الزهراء. هو الشيخ عبد الزهراء يقول أنه هو يقتل يوم وفاة الزهراء، وبالفعل قتل يوم وفاة الزهراء. المعممين البعثيين الخونة اللي موجودين بكربلاء وضعوا له سما في قهوة وأعطوه إياها فشربها، وكان يوم وفاة الزهراء. كان يقرأ بحسينية عبد العباس الهزيم اللي موجودة بالمخيم، وطلع من الحسينية العصر يريد أن يذهب إلى الحلة عند المعلمين يقرأ 10 أيام، وكان مجلس الختام يوم وفاة الزهراء كان الخميس وليلة الجمعة، فأعطوه فنجان فيه سم. وهذا السيد محمود الحسيني الله يذكره بالخير إذا هو موجود، إن شاء الله موجود، صديقنا، يقول أنا كنت عند الشيخ عبد الزهراء الكعبي. فهذا أبو القهوة، إحنا 7 أو 10 يقول، فالشيخ عبد الزهراء الرابع. فماذا يصنع؟ يحمل الفناجين، تعرفون؟ فالفنجان الأول عادي، الفنجان الثاني عادي، الفنجان الثالث عادي، الفنجان الرابع فيه سم، فهو يصب ويعطي الفناجين إلى أن وصل الشيخ عبد الزهراء الكعبي الفنجان الرابع مسموم، صب القهوة فيه، شرب شيخ عبد الزهراء القهوة. هذا معممين قتلوه، معممين كانوا عندنا في كربلاء، معممين بعثيين خونة، تعرفوهم أنتم، تعرفونهم وما أكثرهم. يقول خلص الشيخ عبد الزهراء تغير وضعه، 5 دقائق تغير. قال لي سيدنا أنا ما أقدر أروح الحلة، خذوني إلى المستشفى. في نفس اللحظة وضعناه في السيارة، ما وصل إلى المستشفى، مستشفى الحسيني هذا المستشفى القديم، يقول وإذا قضى نحبه في السيارة يوم وفاة الزهراء. زين شيخ عبد الزهراء كان يعلم الغيب ولا ما كان يعرف؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه أمور خاصة، أمور خاصة، إرهاصات، أو واحد تأتيه إشارات وبنفس الوقت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأنا بينت لكم هذه الليلة بمناسبة مولد الإمام الصاحب، ولا هذا الكلام أنا ما حاكي متكلم عن شيخ عبد الزهراء، بس أتكلم معكم أقول أن مقتلي بين كربلاء ومكة هاي أول مرة تسمعونها، أول مرة تسمعونها. وخلي واحد يكذب هذا الخبر، خلي واحد يكذب.
مستحيل مستحيل يكذب هذا الخبر. أنا أعرفه كما أعرف يدي هاتين، كما أعرف خاتمي هذا اللي صار 50 سنة واضعة في يدي هذا الخاتم. تعرف ولا ما تعرف؟ على كل حال